السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بهذه الكيفية تاع لاير كيك، أسهل لاير كيك عملته اللي بحشوة واحدة بكريمة واحدة. سهل التحضير ومليح للمناسبات تاعكم. تخدمي في الدار باتيسري كيما هذه خير من تشريها. أنا درت دو جينواز تاع القطر تاعهم 15 سنتيمتر. كل وحده درت فيها 4 حبات بيض. عندي كيما الطريقه اللي نديرها دائما، كل حبه بيض درت لها 35 غرام فارينه و30 غرام سكر. السكر دائما نقص. قطعتهم على زوج بعد ما بردوا، خليتهم ليله كامله. قطعت كل وحده على زوج، عندي 4 طبقات. وهنا لاكاناش كيما تعرفوا، هاي لاكاناش اللي درتها. درت كيلة تاع شوكولا وزوج كيلات تاع كريم فخاش 35 ماتيغ غراس، يعني 35% مادة دسمة. كيما موالفة نديرها. المقادير راح نصيبوهم في صندوق الوصف. شوفوا طلعتهم، درت غاناش مونتي. هنا بعد ما قطعتهم حطيت الطبقة الأولى، شربتها بالحليب باش ما تجيش بزاف، ما نحبش نشرب بالسيرو باش ما تجيش حلوة بزاف. درت طبقة تاع كريمة، هاد الغاناش وشوكولا. درت شوكولا نوار انايا وشوكولا بلان، عفوا شوكولا ولي، يعني زوج شوكولا. هنا درت كراميل اللي شريتها ما خدمتهاش، جوز محمص وبارد شويه، كميه صغيره تاع جوز. وزدت الطبقه الثانيه وشربتها تاني بالحليب كيما راكم تشاهدوا. لا جينواز جات خفيفه، جات هايله. هذا الطريقه اللي معتمدتها دائما. درت طبقه من الكريمه غاناش وشوكولا يعني مونتي. هنا شوف جات هايله، هاد لاكريم خفيفه وهايله. نسيتها مليح ودرت لها كراميل. هذه اضافه، تحبي ما تزيديهاش ما تزيديهاش، خلي غير الكريمه تاني تجي مليحه. وشويه جوز، وحتى كملت كامل الطبقات. هاي لك الطبقه الثالثه تاني درت لها الحليب ولا كريم لا غاناش مونتي اللي خدمتها. انا هنايا استعملت 500 غرام شوكولا، 250 شوكولا بالحليب و250 شوكولا سوداء، مع لترة تاع كريمه طازجه. من بعد درت كملت بالكراميل والجوز محمص وملحي. والطبقه الاخيره هاي ليك، الطبقه الاخيره تاني شربتها بالحليب. كملت كامل الطبقات. شوفوا لا جينواز كي تكون يعني نجحت لك تشرب بيان. ليسيت هنايا في الطرف كامل في توتور ليسيت مليح ولا باتيسري. وهنايا درت هذا البلاستيك درويد، هذا لو درويد اللي يجي تخدمي به الباتيسري. ودرت هذا لو سيركل، يعني السيرسو اللي عندي اللي تقدري تكبري وتصغريه تجيك سهله باش تخدمي. ودرت طبقه اخيره من الغاناش، هذه هي الطبقه الاخيره. وليسيتها مليح مليح كيما راكم تشاهدوا. باتيسري يعني كيكه سهله سهله، يعني المبتدئات يقدروا يخدموها. ودرت لها غلفتها بالفيلم غذائي تخليها تبات ليله كامله، ولا على الاقل 4 سوايع. ما بعد ما جمدت نحيت لها البلاستيك هذاك. والغاناش اللي قعدت لي درتها هكذا برك دي غوزاس من الفوق. وزوقتها بالشوكولا، زوقتها بهذا الفيغيرو روشي بالشوكولا بالحلويات كيما تحبي ديريها. جات كيكه خفيفه بنينه بزاف بزاف، اللي ذاقوها عجبتهم. وجات ما شاء الله كيكه تاع عايله هايله بزاف بزاف. وشوفوا هنايا بعد ما حطيتها في قهوه العشيه، هنا راح نقطعها
تتقطع هكذا. شوفوا كيما راكم تشاهدوا اللاير كيك يتقطعوا هكذا. انا كنت خرجتها من قبل بزاف، تلقت لي شويه من الفوق. هاي اللي كيف تقطعيها، وتقطعي مرصوات، تجي طبقات. جات ما شاء الله بنينه بزاف بزاف وسهله التحضير. نتمنى تعملوها وتنجحوا فيها، والى اللقاء، مع السلامه.